أهلا بكم من جديد. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا معركة حطين وتحرير طبعا بيت المقدس وبعض المدن اللي استولى عليها الصليبيين. البداية كانت في 4 يوليو 1187 بالقرب من قرية المجاود بين النصرة وطبرية. تم احتلال القدس سنة 1099 مبدئيا وبعض المدن الإسلامية، وكان الإقطاعيون والفرسان الصليبيون جعلوا أنفسهم أمراء وملوك على هذه المنطقة المحتلة، من بينهم المجرم رينو دي شاتيون، أو باختصار أرناط. يعني هو مشهور في العالم العربي بأرناط. كان مغامر وقح مجرم سبق له ان اجتاح قبرص البيزنطية سنة 1155 وسلبها ونهبها، وكان تم أسره قبل كده عن طريق نور الدين زنكي قبل 16 سنة، وبعد إطلاق سراحه استقر في حصن الكرك. وهو قاعد بقى في حصن الكرك قام بسلب بقى ونهب القوافل اللي بتمر من المنطقة. وفي الآخر بقى أرناط أغار بالرغم من وجود هدنة سنة 1180 على قافلة متجهة من القاهرة لدمشق سنة 1187، ونهب بضائعها وأسر أفرادها، وكانت صاحبتها أخت صلاح الدين. فطلب صلاح الدين من ملك القدس لوزينيان بالتعويض عن الضرر والإفراج عن الأسرى ومحاسبة أرناط الناهب، لكن الملك لم يفعل شيء. فصلاح الدين قام بتوحيد بقى المسلمين بالإقناع أو بالقوة، ثم فتح باب التطوع في الشام ومصر والعراق والحجاز. زاد عدد المسلمين وقتها عن 60,000 مقاتل في سنة 1187. وبيدت في الشمال الشرقي من النصرة فصيلة كبيرة مؤلفة أساسا من الفرسان الصليبيين، ولقى الأستاذ الأكبر لجمعية الأسبلاتيين روجيه ديمولان مصرعه، ثم تقدم المسلمين على موقعة حطين، وكانت هزيمة ساحقة للصليبيين، وقع ملك بيت المقدس والكثير من البارونات في الأسر. وقام صلاح الدين بقتل أرناط، وتم تحرير عكا وبيروت وصيدا ويافا وقيصرية وعسقلان، وتم فتح القدس في 2 أكتوبر 1187، ونتمنى إن شاء الله إن هي تكون قريبا في إيد المسلمين. وبعد كده فتحت الأبواب، ونقول استقبلوا صلاح الدين بالأعلام بقى الرايات الخاصة بيه اللي هي الصفراء داخل القدس. كذلك فتح الكرك كارك دي موريال، ولم يبقى للصليبيين تقريبا وقتها غير سور وطرابلس وقلعة الحصن. تمام، دي الأماكن اللي هي تقريبا لسه في ايد الصليبيين. عامل بقى صلاح الدين القدس وسكانها معاملة أفضل بكتير من اللي عملوا بقى الغزاة الصليبيين قبل 100 عام لما وقعت في ايديهم، لأن الصليبيين وقتها طبعا قتلوا الرجال والنساء والعواجيز والأطفال، وتقريبا 70,000 تم قتلهم في ساحة المسجد الأقصى. فصلاح الدين ما حصلش منه الكلام ده بقى. يعني صلاح الدين ما كانش عنده قساوة في التعامل معاهم، لدرجة ان الناس اتهمته في وقتها بالتخاذل، يعني ان كان المفروض يقتله. ونقول بقى ان هو ما دمرش حاجة، وسمح بمغادرة القدس في غضون 40 يوم بعد دفع فدية مقدارها 10 دنانير ذهبية عن كل رجل، و5 دنانير ذهبية عن كل امرأة، ودينار واحد عن كل طفل. وأظهر صلاح الدين تسامحا كبيرا مع فقراء الصليبيين الذين عجزوا عن دفع الجزية، وده أكبر دليل على الفرق ما بين المسلمين وغيرهم يعني. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، وتحياتي لكم.